مرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير لك. شكرا لك. معك انا الاعلاميه فاتن شروق من منصه كلمه مهاجر، ممكن تعرفني عن نفسك؟ محمد سمير سنكر. اهلا محمد سمير. استاذ محمد، قد ايه صار لك طالع من سوريا؟ والله صار لي 12 سنه. قبل ما اطلع من سوريا كنت موظف، عرفت علي كيف؟ كنت موظف بشو؟ باصل البلدي قطاع خاص، عرفت علي كيف؟ ايه، فكنت عم بخدم هنيك عند الدوله. سبحان الله، بتعرفي واحد ايام الاستراحه وايام الاكل والشرب، فكنت عم بسايد بسبندوره اذا بتعرفيها على السخانه. في سوري ما بيعرف. ايه والله، الحجه حيحط لها التوابل الطيبه وبتعرفي هالشغلات، حيطلع على السخانه عم باكل انا لحالي، عم بشرب كاس الشاي. العسكري اشتهى، قال، بعت واحد قال من وين هالريحه؟ بتجي ريحه حريق، ريحه شيء طيب، ريحه شيء يعني اكل بعمري ما شفته. قلت له يا سيدي، قل له عم بسايد مي فرنجي. ما عارفه هو يعني من ادلب. قال له يعني شلون مي فرنجي؟ قال له دب سبندوره يعني. قال له خليه يجي لعندي عشان يصح لي مشان انزل اكل معه. نزل الزلمه، عم ناكل انا وياه هالشاب، ما لاقي له، كله قفطوا فيني. لك انا مالي مساوي شيء، لك انا موظف عندكم اليوم، انا مالي مساوي شيء، عدم مؤاخذه، على ايش قفطتوني؟ اخذتوني ولا كلمه، خلاص. شو ما تستحي على حالك؟ انت عم تقول لي العسكري عن خدمته، خدمه البلد وخدمه المواطن. قلت له انا زلمه موظف عندكم، يعني عم بخدم البلد وعم بخدم بلدي، عدم مؤاخذه. قال ولا كلمه، نزل الكلام على زمن النظام. على زمن النظام، ايوه. نزلوني سابع ارض، الله وكيلك ما بعرف حالي وين صرت. بلش بروك، لا تحكي ولا كلمه، من وين خلقت، من وين امتى، وايش اسم امك، وايش اسم ابوك، وما اعرف شو. قلت له انا بيت برغل امي وابوي، ابوي بيت سنكر، واخوالي بيت قبري، اخوال امي وابوي اولاد خالي يعني. قال نحن ما بنعرف هذا الشيء. شحطوني انا ولا العسكري. ضليت 6 اشهر، اهلي ما بيعرفوا شيء عني ابدا. حبسنا بالاخير. دبس بندوره انحبست. ايه والله، اقسم بالله، اقسم بالله حبست مشان دبس بندوره. ايه، كل يوم مي وكل يوم تعذيب وكل يوم اعترفوا لك ايش كنت عم بتلاهي العسكري، وايش كنت عم تحكي معه، وايش كنتوا مخططين انتوا الاثنين، كاني كنتوا عم تضربوا العالم، ما بعرف شو. انت والله انا بالي انا زلمه موظف بدي اكل. يعني اتهموك انه انت عم تلهي عم العسكري. بلهي العسكري عن خدمه البلد، عن خدمه البلد، عرفت علي كيف؟ قلت له طيب انا هذا العسكري اللي حاطينه لخدمه البلد مو مشان يقتل العالم بالبلد؟ قال خلاص ولا كلمه. قلت له انا بدي احكي الحق، تحكي الحق ما بتحكي الحق. قتلوني، صاروا يضربوني، عيطوا، عصبوا. اخذوك على المخفر، على السجن. هون اخذوني على السجن بالجماليه. بالاخير نقلوني على حلب جديده 6 اشهر. بالاخير مين طالعني خالي، حط لي مصاري حتى طالعني. طلعت. شو عشت بالسجن؟ شو عملوا لك بالسجن؟ والله اذا بدي اشرب السيجاره حقها 4000 اول شيء. ثاني شيء كل يوم قتله، وصبح قتله ومساء قتله. بس انه شو الاسباب يعني وقت اللي مسكوك بدهم يضربوك؟ شو الاسباب؟ الموظف كنت يعني انا الاسباب انه كنت عم بلهي العسكري عن فرصه عمله، وانه كنت عم بميزه بين العنصر، يعني بين المسلحين وبين المواطنين. قال هذا اذا بده يضرب المسلحين معناتها بضرب المواطنين. قلت له انا ايش على ليش عم تحطوني بهيك متاهات؟ بالاخير طلعنا من السجن. هلا هي هيك تهمه انه انت لهيت الموظف؟ هي التهمه الوحيده. بس انا عشت بايام سوريا. ما حطيت محامي بهداك الوقت؟ ليش حدا بيسترجي يفتح تمه؟ ايش حدا بيسترجي يفتح تمه؟ حدا بيسترجي يفتح تمه؟ ما حدا بيسترجي يفتح تمه ابدا. لو ما خالي له واسطه جوا وحط لي مصرات وطالعني، ولا انا ما بطلع ابدا، هذا مؤاخذه. وانا اعوذ من كلمه انا نزلت من بيروت، اكبر غلطه انه نزلت من لبنان وعشت بسوريا. عشت بسوريا، الكهرباء مقطوعه، مي ما في، نشحط بيدونات المي بالشارع، نقص الشجر ندفع على الصوبه مشان الشجر، يعني الله يعزك البواط صرنا نحطهم بقلب الصوبه مشان بس نتدفى. بالاخير علقت مع عسكري ومشان هالشغله رصدوني انا ماشي بالشارع، ضربوني بايدي هون، شوفي اذا بتلاحظي. هي رصاصه؟ ايه رصاصه، ايه ليك 8 من جوا و7 من برا قطبتها. يعني انت بعد ما طلعوك من الحبس قوصوك؟ بعد ما طلعت من الحبس، لاني ليش عم بقص املاك الدوله؟ قال هي الشجر املاك الدوله، ليش حتقصها؟ قلت له نتدفى. قال روح اشتري مازوت. قلت له مين بده يشتري مازوت بهذيك الايام؟ مين بده يشتري مازوت؟ ما حدا بيحسن ابدا. والله عشت ايام الازمه يعني طول صعبه. وكمان صهري راح بده يسجل ابنه كمان، راح متزرة نهراوي اذا بتسمعي فيها، اذا تتذكري فيها، ما اجت خشان، اذا بتعرفي محله بالعزيزيه كمان راح يسجل ابنه. قال له يا امي على واموت مثل هدول الشباب. قالت له طول بالك صلى على النبي. قال له يعني ما بتعرفي واحد كل نفس ذائقه الموت. ثاني يوم راح يسجل ابنه. قال له ابن اخته خدني معك. قال له يا خالي دارو معك. قال له لا بدي اخذك على ليبيا تشوف امك. قال له ما راحت معي. قال له خلاص باخذك معي بس على شرط تساوي اللي بقول لك عليه، بتمشي معي وما بتحكي ولا كلمه، لا من هون ولا من هون. اخذوه، كان معه دولارات، معه مصاري، طلع له حاجز يعني على اساس انه منشق، طلع من النظام. اخذوه مدرسه اليرموك، من مدرسه اليرموك قتلوه من مجزره نهراوي. وهي كل القصه. انا عشت ايام سوريا زل بزل، سودا 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 ابدا. هلا مانك مفكر ترجع؟ لا انا هلا مفكر ارجع. وانا لما انحبست ببلدي صرت ابوس الارض اللي انا بارك فيها. اساكر يقولوا لي ما دام عم ببوس الارض الاسديه، يبوس صوره بشار الاسد. قال لهم فشرتوا،
أنا ما ببوس بشار الاسد، ما ببوس بشار الاسد. قال انت كنت، اللهم صل على سيدنا محمد، انت كنت يعني عم تشتغل عند الدوله، بتخدم عند الدوله. قلت له واقف عندك، انا ما عم بشتغل عند الدوله، عم بشتغل عند القطاع الخاص، مو القطاع العام. قال منين عم تاخذ راتبك؟ مو من القطاع الخاص، من القطاع العام. قلت له وزي انا عم باخذ راتبي من القطاع العام. قال لي لو ما القطاع العام انت بتسوى صرماي. هذا حكي نظام الفايت. ايه يا ستي، نعم يا ستي. وزماناته كمان كنت عم بخلص وحده بباب جنين، كمان اكلتها وحده بايدي ليك. ايه والله. مش هيك حظك انت كلك قواص. طب ايش اسوي؟ اذا قدر الله ما فعل ما شاء. هلا انت فكر ترجع لسوريا؟ والله ان شاء الله حدي 5 اشهر باذن الله راح انزل، بس بطلب من الدوله السوريه الجديده انه يعني انه هي حرام عم تشتغل وبتنظف وبتساوي وكل شيء، بس يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الانسان ما بده يكون عصا سحريه. يعني الانسان ريقه ريقه، يعني شوي شوي الواحد بيصير يعني سبحان الله. ما بعرف ايش اقول لك. نزلت شي بعد التحرير ولا لا؟ هون ممنوع ننزل لاني هويتنا كملك، عرفت علي كيف؟ فما ننزل. فما سن. الظروف الماديه ما بتسمح انه تنزل اجازه وترجع؟ إيه والله هو هيك، نعم يا ستي. بس بتمنى من يعني دولتنا السورية انه تسعى للموظفين، للشباب يشتغلوا ويرجعوا يبنوا ويعيشوا ويرجعوا حياة جديدة. بتمنى شغلة الجديدة كمان انه يرقفوا الشباب، يرقفوا البنات بحال الشباب كمان، يعني مشان خطبة الزواج ما يغلوا المهر، ما يغلوا النقد، عرفت علي كيف؟ ولو هلا ما بقى يغلوا، هلا صار في سوريا، صار فتح فرع عندكم بسوريا. هلا المتزوج رح يرجع يتزوج على مرته، طول بالك. ايه ما في مشكلة على الله. هذا اللي صار. هلا انا متزوج وانفصلت. انا هون تزوجت وانفصلت. ليش طلقت؟ والله ما صار تفاهم. مرتي يعني بتجاوب ايدها طويله وكلام طالع نازل وبتجاوب. شو يعني مرتك ايدها طويله؟ يعني تسرق مثل ما بتقول. سرقت بيت اهلي وحردت وبتفتح الباب وبتتصرف على كيفها وبتمشي على كيفها، ولقطتني عضه بظهري. اذا بفرجيك عضه بظهري بتشوفيها بتقولي هي عضه وحش. هيك راح ترحب الرجال، راح ترحبهم. لك العضه هي بظهري موجوده. يعني متصاب بايدك وبرجلك وحتى مرتك عضتك. حتى مرتي كانت معي، وحتى بدها بيت لحالها، اخذت لها بيت لحالها وقطعت اهلي وما احكي مع اهلي. ضليت في شيء مده 5 اشهر، بالاخير فتحت الباب وضليت ماشي. وكنت اعطيها ذهب على اساس انه هذا ملكها وهدول امانه. اكلت الامانه علي شيء $4500. تركتني ومشت. حاولت ارجع ما كانت ترجع. قال نحن ما عندنا بنت. قلت له ما في مشكله خلوها عنكم. قال بدك طلق. قلت له ما راح طلق. الباب بفوت جمل. هذا الحكي. واخذ الدفتر ليلي ما كتر الله خيرك. كل مين بيساوي بحليبه. لا والله الحمد لله، الله مطعمنا اولاد بعد 4 سنين. بعد انه طلقتوا يعني افضل. الحمد لله رب العالمين. لسه ما طلقنا، لسه عم نسعى بالطلاق، بس لسه هن ما بيسعوا. يعني مثل عيني في وتفوا علينا. العفو منك. يلا ان شاء الله يا رب انه بترجع لك. اذا أنا ما بترجع، اعوذ بالله. خلص ما بترجع الحمد لله. هلا صار في عرايس كثير بسوريا، يعني ما تاكل هم. خلص هذا الحكي. الله يجزيك الخير يا رب. الله يخليك يا رب. شكرا كثير لك، كنت جدا سعيده بالريبورتاج. بس بتمنى من دولتنا انه يعني دبر الشغل للشباب، فرص عمل، تطويع بالجيش، ايش ما كان يكون. انا سمعت سمعه جديده انه الواحد اذا كان هويته سوريه ودفتر عسكريته سوريه على زمان النظام البائد، قالوا ممكن يتحاسب عليه. فهذا الشيء ما بعرف. اذا عنده دفتر جيش؟ اذا عنده دفتر جيش من زمان نظام. هلا انا عندي دفتر جيش من زمان نظام، هويتي على زمان نظام، ودفتر عسكري اذا باسم ياخور رجع على سوريا؟ ما بعرف. خلص ما بعرف. هذاك اللي طلع وشتم وسب وشبح وايد، فرجع لسوريا. انت مشان دفتر الجيش ما بيدخلوك. صلي على النبي رح تفوت سوريا. محمد ايه ان شاء الله بنرجع على بلدنا سالمين غانمين، وبنخلص من هون ومن تركيا. صاي تركيا شغلتنا، ومره نشتغل ومره نتلوك ومره نطلع ومره ننزل، بس اكلوا حقوقنا شوي كثير شوي. شكلها شوي كثير. هي نفسها. يلا ان بس شاء الله. ما حدا حسن يطلع له معي لاني كان في حق. ليك هون والله ما بياكلوا حق حدا. والله ورشتين اكلت حقهم علي. ايه والله، بس اشتكيت عليهم بالزر اعطوني حقي بالاخير. برافو عليك. ايه والله اعطوني حقي بس نص القيمه. ايه والله هذا اللي صار. شكرا كثير لك. شو بتتمنى الدولة السورية بتقدم فرص عمل للشباب؟ والله مثل وظائف في سكك حديديه مثلا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد، مثل القطاع العام مثلا، قصر البلدي مثلا، انه ما يصعبوا على الواحد. مثلا واحد ما بيعرف يقرا ويكتب يوظفوه، مثلا يدبروا له شغله. مثلا واحد ما بيعرف يقرا ويكتب يدبروا له مثلا شغله تمثيل، شغله اللي هو انا كان امنيتي التمثيل. يعني ان شاء الله بلكي بتتحقق هذا الامنيات ان شاء الله يا رب. يعني انت حابب تفوت مجال التمثيل، حابب تفوت مهنة التمثيل؟ حابب ادخل مجال الفن ان شاء الله. بحس انه عندك القدرة بتفوت مجال التمثيل؟ ايه والله الحمد لله. ليش ما افوتها؟ والله اذا كنت واثق من نفسي وكل شيء الحمد لله. الله مفتح نظري بكل شيء. صحيح ما بعرف اقرا واكتب، بس الله مفتح بصيرتي بكل شيء.
ليش ما اكون انه انا خرج اكون امثل، او مثلا اكون انا مثلا شغله كبيره او شيء، ما بدي اكون نجم يعني عالي عالي لفوق لفوق، بدي يعني انه هيك يكون عادي، نجم صغير صغيرون يعني. هذا الحكي. الله يجزيك الخير. جدا سعيده بالريبورتاج. الله يجزيك الخير. شكرا ميرسي لك.